كيكة السينابون او سينابون الميكرويف هنعمله مع بعض في دقيقة واحدة بس، والطعم زي بالظبط السينابون اللي بنعمله في الفرن، مش هيفرق حاجة خالص. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوفه اتعمل ازاي. اول حاجة هبدأ بيها هي الحشوة. هنحتاج مكعب زبدة بدرجة حرارة المطبخ، او لو طلعت في دماغك كده زي انك تعملي كيكة سينابون ومش مجهزة زبدة ولا مخرجاها بره التلاجة، اخدت مكعب زبدة ودخلته الميكرويف 30 ثانية لحد ما يسيح بالطريقة دي. وبعد كده نزلت عليه بمعلقة صغيرة من السكر، وياريت يكون السكر بني، ومعلقة صغيرة من القرفة، وقلبته كله كويس قوي. وكده بقت الحشوة جاهزة، سبتها على جنب. ودلوقتي هبدأ اعمل العجينة بتاعة السينابون. هحتاج 4 معالق كبار دقيق من معالق الاكل، نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة من الفانيليا. وبدأت انزل باللبن بالتدريج على حسب ما ياخد. انا مش هحدد لك كميه، انا هوريكي بس القوام اللي انا عايزاه. اللبن هنا عندي يكون دافي عشان يذوب معايا السكر بسهوله. هنزل باللبن شويه بشويه كده زي ما انتم شايفين، وابدا اقلب كويس قوي لحد ما يبقاش فيه اي تكتلات للدقيق، والسكر عندي يكون داب تماما. وهتشوفوا قوام العجينه اللي انا عايزاه دلوقتي. انا عايزه قوام العجينه في الاخر يبقى عامل زي قوام عجينه الكيك زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس هو كده حلو قوي. شايفين القوام عامل ازاي؟ انا كنت نسيت ازود معلقه زيت، زودتها في الاخر. انتي ممكن تحطيها قبل ما تحطي اللبن، او كده كده هيها وكله هيندمج مع بعضه يعني. انا هنا زودت معلقه الزيت، معلقه برضو كبيره من معالق الاكل. ده كده القوام حلو قوي. جهزت البوله بتاعتي او المج اللي هيدخل الميكرويف، ونزلت بنص الخليط ووزعته بالشكل ده، وحطيت عليه نص الحشوه. وهقول لكم النص التاني هنعمل بيه ايه دلوقتي. بدأت احطها في النص واوزعها بالمعلقه بالشكل ده، مش بوصلها للاطراف. اظن لحد كده الموضوع سهل قوي. هبدأ انزل ببقيه الخليط واوزعه كده بالراحه، بحيث ان انا اغطي كده بالراحه كل الحشوه متبقاش باينه. بالشكل ده كده بالراحه خالص. حلو قوي كده. باقي الحشوه بقى هعمل بيها دواير كده من على الوش. عايزه اوصل بالشكل في الاخر لاقرب حاجه لشكل السينابون الحقيقي زي ما انتوا شايفين كده. نكرر بقى نفس الموضوع كده، دواير كده من جوه. لو وصلتي معايا لهنا متنسيش تعملي سبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو للبيجي لو بتشوفيني على الفيسبوك او التيك توك. اظن الموضوع يا جماعة سهل قوي. خلوا الميكرويف لمدة دقيقة واحدة بس، مش اكتر من كده. في ناس هتستغرب هتقول دقيقة واحدة هتسوي الكيك. زي ما هتشوفوا دلوقتي. وده كان شكله بعد ما خرج. واختبروا برضو قدامكم بعود خشب عشان تتأكدوا ان هو مستوي مفيهوش اي عجين خالص. شايفين كان سخن اصلا مولع، مكنتش عارفه امسكه. حطيت على الوش حليب محلى مكثف، ممكن تحطي فوقيه كمان مكسرات زي ما انتي عايزه. طعمه يا جماعه رهيب، هتشوفوا دلوقتي. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ الكيك خفيف جدا اسفنجي. شايفين طبقات الحشو من جوه عامل ازاي؟ رهيب رهيب يا جماعه. مع الحليب المحلى المكثف طعمه خطير. سيفي الوصفة عندك للشتاء، عايزة تاكلي حاجة حلوة وسقعانة يطلع من الميكرويف سخن مع كوباية شاي، بجد رهيب. وطعمه مش بيفرق حاجة خالص على اللي بنعمله في الفرن. وتحضيره كله مخدش مني دقيقة. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى وصفتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم.
واشوفكم في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله تنال اعجابكم. اخيرا ما تنسوش اللايك والشير.